هعمل بقى معاكم حلا الطيبين، حلا البيبسي. هعمله يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة، بدون بيض بدون دقيق، حاجة كده يا جماعة تحفة تحفة تحفة. لازم تجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا. 3 طبقات، حاجة كده فاخر من الآخر. العشاق التشيز كيك، والعشاق الكيكة كده اللي بالكريمة. الكيكة دي مثالية ليكوا جدا، تاخدش وقت خالص في العمايل بتاعتها. لعشاق بقى الحاجات الباردة، تعالوا شوفوا الوصفة دي. صلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. دي قناتي أكلاتي واختراعاتي، اشتركوا فيها وحطوا لايك وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بصوا بقى يا حبايب قلبي، اول حاجه بجيب صينيه، ويا ريت تكون بايركس، لو ما عندكيش مفيش اي مشكله. بس التحليه البارده اللي بتبقى طبقات بتبقى حلوه قوي في البايركس، عشان بتبين الصينيه، بتبين جمالها. اول حاجه بجيب بسكوت، اي نوع بسكوت بتستخدميه هاتيه. تمام. انا حطيت هنا يعني 3 4 طبقات كده، عايز تحطي طبقتين عادي جدا. بصوا حطيت الطبقات في الصينيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام. ظبطيها كده وسويها. دي اول خطوه معايا في التحليه بتاعتي النهارده. بعد كده بجيب بوله، بنزل فيها كوبايه من القشطه. القشطه بقى بتاعه اللبن اللي انت بتطلعيها من اللبن. علبه قشطه تجيبيها من عند اللبان اللي انت عايزاه، اي قشطه متوفره عندك حطيها. اهم حاجه تحطي قشطه. تمام. بعد كده بجيب جبنه، يكون تكون الملح بتاعها خفيف شويه، دي جبنه كريمي. تمام. بحط 6 قطع. بعد كده بنزل كيسين من الكريم شانتيه، كيسين 2. انا بحط الجبنه وحطيت كمان كيسين من الكريم شانتيه. ليه يا جماعه؟ انا عايزه القوام ده تقيل شويه، مش زي الكريمه اللي انت بتهديني بيها التورته خفيفه سنه، لا انا عايزاها تقيله شويه. بنزل بقى يعني ربع كوبايه كده من الحليب، او ربع كوبايه ومعلقتين. بتضربيها كويس لغايه لما القوام يتقل معاكي بالشكل ده. بصوا، اول ما تلاقي بقى المنقار ده، شايفين المنقار ده؟ اول ما تلاقيه كده طلع في الكريمه، يبقى كده هو تمام قوي. انا عايزه القوام ده. بصوا بقى، انا زي ما قلت لكم رصيت كده البسكوت في الصينيه. ما رضيتش احط عليه حليب في الاول عشان ما يطراش معايا قوي يبوش. انا هجيب كده ربع كوبايه من الحليب، يعني ربع كوبايه كده او نص كوبايه، ما تزوديش. وتوزعيها على البسكوت بالشكل ده قبل ما تنزلي عليه طبقه الكريمه. تمام. بعد كده يا حبايبي، عشان بس البسكوت يطرى شويه، بعد كده بوزع بقى طبقه الكريمه اللي احنا عملناها بالجبنه والكريم شانتيه والقشطه والحليب، ما ضربناهم مع بعض. بصوا القوام تقل معايا ازاي اهو، انا عايزه القوام ده. بتاخدي بقى الصينيه دي وتحطيها في التلاجة عبال ما نحضر باقي المكونات. والمكون الاخير ده هو البطل اساسا بتاع الوصفه. بصوا بقى، بجيب هنا بوله كده، وبنزل فيها كوبايه من البيبسي، كوبايه كبيره كده من البيبسي. تمام. بنزل عليهم بقى 2 باكو من الكريم كراميل. تمام. هي دي الطبقه اللي هنحطها على الوش. عايزين بقى تجيبوا بيبسي، عايزين تجيبوا ميرين، اي حاجه يعني من اللي هي يعني اللي انتوا عايزين تجيبوها، يعني اللي متعودين عليها. تمام. مش شرط بيبسي يعني. المهم هحط بقى البيبسي، واحط عليه باكوين الكريم كراميل، وارفعها على النار، على نار هاديه لغايه لما القوام يتقل معايا شويه، زي اكنك بتعملي مهلبيه، اكنك بتعملي كريم كراميل. ماشي. بعد كده يعني احنا بدل ما نحط حليب، احنا حطينا البيبسي. تمام. بعد كده بحطها كده بقى على طبقة الكريمة اللي احنا كنا مجهزينها على البسكوت. زي ما قلت لكم، دي الطبقة اللي هتبقى فوق كده. زي ما قلت لكم في اول الفيديو، انا مسمياها الحلا الطيبين، هو حلا البيبسي. حلا كده جميل قوي يا جماعة، جربوه بجد هيعجبكم جدا، وسهل جدا، وبيتحضر على طول في 10 دقايق يكون جاهز. حلا بارد كده للناس اللي بتحب الحلا البارد. باخد بقى الصينيه بتاعتي وبدخلها التلاجة، واسيبها بس لمده نص ساعه، ساعه، اللي انت عايزاه، يعني زي ما انت عايزه. تمام. بس يعني طبقه اللي عاوزه، بس طبقه الكريم كراميل اللي هي فوق دي تمسك بس معايا شويه. تمام. بعد كده بتطلعيها وبتقطعيها. عايزه اقول لكم يا جماعه حاجه كده في منتهى الجمال. بجد هتعجبكم جدا، من الحلويات فعلا المثاليه اللي بتطري كده على القلب. شايفين الطبقات عامله ازاي؟ 3 طبقات يا جماعه تحفه، احلى من بعض، وما حطيناش ولا سكر ولا اي حاجه، كل حاجه سكرها كده منها فيها. البسكوت عليها طبقه الكريمه، عليها طبقه البيبسي والكريم كراميل، تحفه. عايزه اقول لكم البيبسي مدي طعم تحفه تحفه تحفه. لازم يا جماعه تجربوا الكيكه دي بطريقتي.
جنب كوبايه قهوه بقى كده، وروقوا بقى على نفسكم، وحاجه بقى كده تحفه تجنن بجد يا جماعه، هتعجبكم جدا. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. انا اصلا يعني طلعت قطعه وبوريها لكم، وانا اصلا يعني بصور كده، قربت اخلصها من جمالها. حاجه بتدوب في البق. حطيها بقى في الطبق كده لضيوفك، تاكليها كده بعد ساعة العصاري كده مع كوباية القهوة بتاعتك. شيك قوي في التقديم يا جماعة. وعايزة اقول لكم لذيذة جدا كمان، ألذ كمان من التشيز كيك، ومكوناتها كتيرة. تحطي بيض وتحطي حاجات كتيرة كده في التشيز كيك. لا، دي خفيفة جدا، تقدري تجربيها وهتعجبك قوي. حلوة قوي يا جماعة، لازم تجربوها بطريقتي، يا رب تعجبكم. عاوزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، فعلوا الجرس علشان لما تفعلوا الجرس هيوصل لكم كل وصفاتي الجديدة. بحبكم قوي، استنوني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، ومع السلامة وباي باي. شفتوا عمالة اكل فيها ازاي، مش قادرة اقومها بصراحة. حطوا لايك بقى، يلا مع السلامة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.